فريق مولودية وجدة للرجبي رأى النور عام 79 واليوم يسيطر على مشهد الرجبي الوطني. الفريق الوجدي بات متخصصا في حصد الألقاب بمختلف المسابقات الوطنية، بدليل أنه يتوج بلقبين على الأقل في كل موسم خلال السنوات العشرة الأخيرة. هاد النتائج ما جاتش عن فراغ، راه ما جاتش عن فراغ، يعني يجينا وخينا نديو هذا لي تيتر هذا، حنا كنتعبوا عليهم ومجهودات تاع اللعابه ومجهودات تاع المكتب المسير وكل واحد كيضحي. أواخر مايو الماضي كان فريق مولودية وجدة على موعد مع لقبه 52 في تاريخه، بعدما توج النادي بالبطولة الوطنية برسم الموسم الحالي على حساب نادي الراسينج الجامعي البيضاوي. ولا عادي الطعم، يعني موالفين الفرق الجوار يديو لي تيتر، يعني نفس الفرحه. شكرا هاد الجوار اللي راهم يضحيو، يعني بهذا يضحوا في هذا الفريق ويضحوا في هذا الروح القتاليه تاع هذه الرياضه هذه اللي تربوا فيها من صغرهم، يعني ما عندهمش البديل من غير هذه الرياضه هذه. شو واحد الفرحه كبيره ما تقيش من تكون انت مقابل بهم وداك الشيء وتعاونهم وداك الشيء وصحيا وداك الشيء وتشوفهم داو البطوله، تفتخر افتخار كبير، لا ليهم لا ليا ولا الوجاده كاملين. علاوة على مجهودات اللاعبين والطاقمين التقني والطبي، سيطرة الفريق الوجدي يعود فيها الفضل كذلك إلى الرئيس طاهر بوجوالة، وهو العارف بخبايا الرجبي الوطني، بعدما سبق وأن كان لاعبا بالفريق، كما ارتدى ألوان قميص المنتخب المغربي قبل أن يتحمل منصب المسؤولية بإدارة الفريق. رياضي وكتشوف الناس تلعب كتبقى تحس روحك باللي ملي كيدير شي فالطه ولا كتنفعل، وملي كتكون شي اكسيون زينه كتنفعل. هذا هو الرياضي، ملي تكون رياضي وفي نفس الوقت مسؤول كتبقى تشوف في المقابله كي راه كتلعب. تاريخ حافل بالألقاب والإنجازات يزين مسيرة فريق مولودية وجدة للرجبي، فريق يشرف المدينة بمختلف المنافسات، والأهم أنه يعتمد بشكل كلي على لاعبين من أبناء المدينة. هي إذن شمعة مضيئة في سماء الرياضة الوجدية.